اليوم راح أتحدث عن الدينار العراقي منذ بدايته، أي في العهد الملكي. طبعا سابقا كانت تستخدم الروبية الهندية كعملة رسمية بدلا من الليرة العثمانية. يعني أول ما احتلوا العراق البريطانيين بعد العثمانيين استخدموا الليرة أو الأوروبية الهندية. في عام 1931 تقرر إنشاء مجلس للعملة العراقية تكون مسؤوليتها إصدار عملة عراقية خاصة، حيث صدر القانون المرقم 44 لسنة 1931. صدر الدينار العراقي وكانت قيمته مساوية لقيمة الجنيه الاسترليني. طبعا العملة تحمل صورة الملك فيصل الأول. هاي الفئات الموجودة عندنا: ربع دينار، الربع والنصف، واحد دينار، خمسة دينار، 10 دينار، مئة دينار. تحمل توقيع هيلتون يونغ البريطاني ونائبه العراقي جعفر باشا العسكري. هذا التوقيع. آه، تم تم سك عملات معدنية، وهي فئة 1 فلس و2 فلس و4 فلس و10 فلس و20 فلس و50 فلس و100 فلس، وكل 1000 فلس يساوينا دينار واحد. هذا بالنسبة للعملة العراقية التي كانت تصدر بموجب القانون 44 لسنة 31 تحت إشراف الحكومة أو تحت إشراف البريطانيين. وهنا كاتبين على العملة الحكومة العراقية. طبعا مثل ما ذكرت جميع العملات تحمل صور الملك فيصل الأول مثل ما نشوف. حتى العملات المسكوكة يعني العملات المعدنية كانت تحمل صورة الملك فيصل الأول.